والد سوزي الأردنية طلع بفيديو على الفيسبوك، وطبعا كان بيلوم فيه مونلي، وطلع مش قد كده ومش كويس. سيبك مني. مني ده كداب، هو اللي باع في القضيه وجالي الورق النهارده هو بيع في القضيه. قال ايه عليها تحقيقات؟ اتكلم عليها وبقول لها انا ماليش دعوه بيها، انا كنت باخد ريتش بس انا ما عادش اخد ريتش وازود الناس عندي. بس هو فعلا كانوا اصدقاء او زي الاخوات. طلع عوض كل ده بينا ما اتحبس. مفيش حد تاني من تيك توك او الاصدقاء اللي كانوا معاها بيتواصل؟ محمد مفيش حد. وطبعا انا كنت فاقده الامل في جيل طالع، بمعنى يعني فقدان الامل والشغف من ناحيته. لاني لما انزل فيديو اتكلم فيه واقول فيه نصيحه، وطبعا قبل ما اقول النصيحه كنت بقول مقدمه، والاقي الولد او البنت اللي ادبها على حد كبير المفروض انه في سني، اعرف قد ايه ان احنا في خطر اجتماعي او خطر مجتمعي. بمعنى انه لما طفل يتعود على انه يغلط على الكبير فده يقول لك شيء عادي او من حقي، ده معناته بيقول لك انه في نقص في تربيه في بيت الطفل ده. لما نيجي نلوم على اب على تربيته لبنته، ونيجي احنا بنفسينا نقول ده غلط وما ينفعش، وكل واحد يعاقب على تربيته لبنته، وبنته لما تغلط هو اللي يتحاسب، اولا هتلاقيه غصب عنه يربيها. لو ما عجبكيش يبقى برضه بالعقاب، مع انه الاب كلمته مسموعه، مع انه الاب لما يقول بم يبقى هو بم، لما يقول وقف وقف تيك توك لا تيك توك لا، ما ينفعش ما ينفعش ما يحصلش، وكلمته تمشي على الكل. لما الاب تبقى كلمته زيه زي اي بني ادم غريب ويبقى كلمته مش مسموعه، وتلاقي الناس تطبل تحت وتقول انتوا بتكرهوها وبتغلوا من جواكم. خليني اقول اللي بقوله في الفيديو بتاعي كل مره، انا مش ضد سوزي ولا ضد اي بنت، انا ما بكرهش حد، انا بنصح الناس ما يغلطوش نفس الاغلاط. اللي انت ما فهمتش الفيديو لما اكون عامله فيديو واقعد انصح فيه واتكلم فيه واتكلم في دين ربنا وفي خلق ربنا والحاجات دي كلها، وانت ما يعني تاخد العنوان وتروح كاتب كومنت وتدعي وتتحسبن وتعمل وتسوي وتقول قذف محصنات، فين قذف المحصنات في الموضوع اللي انا بقدمه؟ فين لما انا اناقش مشكله في المجتمع وهي الاهمال الاسري تيجي تقولي قذف محصنات؟ يبقى معلش، يبقى انت فاهم غلط قذف المحصنات. لما انت تيجي تتكلم عن نموذج اساء للمجتمع او اساء لنفسه او ضر نفسه اكتر ما ضر المجتمع، لانه هو الشخص لما بيقدم شيء بيقل من نفسه قبل ما يقل من المتابع، تيجي وتقول لي ده اسمه قذف محصنات، ما تبقوش انتوا والدنيا عليها ليه؟ هو وقت ما كانت بتاخد الفلوس من ورا الشيء اللي بتقدمه غلط كنا احنا بناخد منه حاجة؟ وقت ما كانت بتتعاقب برضو بسبب الشيء الغلط احنا بنتضر بحاجة؟ احنا بنزعل عليها في الحالتين. لما نقول الكذب حرام ونلاقيك تقول عادي، لما تقول ان الواحد يطلع بحياه غير واقعيه قدام الناس على المجتمع، فانت بتساعد على تزييف الاسري، بتساعد على تزييف المجتمعي، بتساعد على تزييف السوشيال ميديا. ده حاجه غلط مش كويسه، لان ده برضو بيبقى معاه بند النفاق وبند الكذب، ما بيبقاش لوحده، هو كده بيبقى جاي مع بعضه. طب خليني اقول لك كمان، لما ابوها يطلع ويوجه كلمه لمني ويقول له ان انت ما كنتش جدع، ما وقفتش جنب بنتي وضيعت بنتي لانك تنزلت وقلت كلام من في التحقيقات ان انت ما تعرفهاش اصلا، وان انت مالكش علاقه بيها لمجرد ريتش ولايكات. يعني قاعده كده، تخيلوا معايا سوزي انا وانت هنعمل فيديوهات، بس خدي بالك هنعمل نفسنا بنحب بعضينا وفي نظرات اعجاب وفي نظرات لطف ما بيننا، بس اخره لا ريتش وزياده المتابعين. لكن ياما انت في حالك وانا في حالي. طيب يا جماعه بالذمه، يعني لو الكلام ده فعلا كان تم واتفق، يبقى كده مين اللي سمعته بتضيع هو ولا هي؟ طب مين اللي سمح انها تعمل وتكمل في الموضوع ده؟ الاب والام اللي كانوا شايفين الفيديوهات دي، ما هي ما كانتش تحت الطبليه، دي فيديوهات كانت على العلن وعلى العام. طب فين لما انا اسمح انه بنتي تنزل من اخلاقياتها عشان خاطر المجتمع يشوفه ويحط لايك ويقول لك جميل لذيذ؟ فين لما الاب يشوف بنته راحت عملت عمره ودعت لربنا وطلبت القرب منه وغسلت كل ذنوبها من طقطق لسلام عليكم وجت وقلعت بقى بعديها وقال لك ده حب الله وحب قرب الله؟ ليه الاب ما قالش لبنته ده مش حب الله، ده غضب من ربنا بعده عنك؟ ليه الاب في الوقت ده ما قالش ما يصحش ما ينفعش؟ ليه الاب في الوقت ده ما خدش التليفون من بنته وكسره على راسها وقال لها ما ينفعش؟ وهنا مش بتكلم عن حاله سوزي بس، انا بتكلم عن حالات كتير جدا موجوده في السوشيال ميديا. لما ادخل الفيسبوك وادخل واشوف بقايا المجتمع الجميل والناس الكبيره العاقله الفاهمه الصح من الغلط وعارفه يعني ايه حلال ويعني ايه حرام، الاقيها بتتكلم وبتقول العقاب الاول والاخير مفروض للاب والام مش للبنت. البنت مرايتكم، السياد من عندكم، التنازلات بدأت من عندكم. لما اقول يفرض عقاب او يفرض غرامة على البنت على الاب قبل البنت، الاب نفسه هيلم بنته غصب عنه، ما هو مش هيخسر جنيه.
الاب نفسه هيخاف على بنته ويلمها. ما انا هدفع فلوس، هو في حاجه توجع البني ادم قد الفلوس؟ ده انت بتدفع النور بتقعد تصوت وتعيط، بتدفع النت بتقعد تصوت وتعيط، تدفع الغاز تقعد تصوت وتعيط، تدفع اي غرامه الدوله ده فرضتها عليك بتقعد تصوت وتعيط. ليه دلوقتي ما فيش غرامه اسمها غرامه اهمال اسري على ابناء؟ فالاب غصب عنه هيلم بنته. احنا ما قلناش نسجن بنات، لان السجن للرجاله، طول عمري بسمع الكلمه دي، ومش كل بني ادم صحته هتجيبه انه يتسجن، بس كل واحد يغلط نقدر نحاسبه بالفلوس. انا هعمل فيديوهات ازود ريتش، هعري جسمي، هبين للناس انا هدفع مقابل دوت ضريبه بمبلغ الشيء الفلاني، اطمط وسط، فانا هروح استر نفسي وهطلع اعمل فيديو ما يدفعنيش فلوس، اكسب من وراه فلوس واكسب من وراه رضا ربنا، وتبقى صورتي كويسه قدام المجتمع. ليه بتقبلوا بالغلط؟ ليه بتقولوا ان الكذب حاجه عاديه؟ ليه بتقبلوا انه الواحد لما يطلع مع بنته يعمل علاقات غير طبيعيه او غير مشروعه ان ده شيء عادي؟ ده بحد ذاته بيحل الزنا النظر قدام الناس، ودي جريمه كبيره جدا. لما احنا نقول الاب والام مسؤولين على اولادهم يبقى مسؤولين على اولادهم، مش كل من اتجوز يخلف ويرمي. لما ابني يبقى في التيك توك يقول لي ده عادي هو مفيش غيرها، ده معناته خطر قادم انه في 1000 اب زي اب سوزي و1000 ام زي ام سوزي مش فاضلين يربوا ولا يعرفوا اولادهم الحلال من الحرام، مش عارفين يذكروهم بامور رب العالمين، مش عارفين يقولوا لهم حسنوا من نفسكم، مش عارفين يقولوا لهم انتوا بتطلعوا على جبل سيئات ولما هتقعوا هيقع فوقكم الجبل. ما عرفهمش يعني ايه احترام الكبير، ما عرفهمش يعني ايه يحترموا الراي الاخر، ما عرفهمش يعني ايه يتناقشوا يتحاوروا يتكلموا. ده خطر في حد ذاته. وتيجي تحكم من بدايه الفيديو وتقول دي بتقول لنا كذا، ده في جواها غل. عيب لما حد يكون كبير تقول بيغل من طفل صغير. احنا المفروض دلوقتي يتفرض قرار على التيك توك انه ما يبقاش يدخل فيه طفل، لانه الاطفال بتسيء فهم لبعض الفيديوهات، بالعكس دي بتغير قيم المجتمع، ده بالعكس بتسيء للانسان الكبير اللي بيقدم شيء كويس. والشيء كويس اللي بيقدمه اكيد ما بيقدموش على منصه التيك توك، هي وسيله من الوسائل انتشار الفيديو، لكن اساسه مش هو التيك توك. احنا بننشر اخلاقيات زرعت فينا، احنا بنحافظ على بعض العادات والتقاليد اللي موجوده. انا مش حد مثالي، انا حد عادي جدا، انا حد حقيقي. لما احب اقول بحب، لما اغلط بعترف لربنا وبروح اطلب السماح منه وبقعد استغفر وبعمل المستحيل عشان ربنا يغفر ليا. لما بكون مش عايزه اقعد مع حد يبقى خلاص انا مش مرتاحه لك. حد حقيقي، حد بيقدم شيء جواه، حد بيقول حاجه كويسه، ما طلبش من حد يحبه ولا طلب من حد يحترمه. انا اللي احترمت نفسي بنفسي لما طلعت بشكل المحترم قبل ما اطلب منك احترامك. مش معقول تزرعوا قيم سيئة في وسط المجتمع وتكون سلبيات اكتر ما هي ايجابيات وتقولوا عادي. ما كله بيكذب، ما كله بيعمل، ما كله بيسوي. ما هو لما كله بيعمل وكله بيسوي وكله عندكم عادي، يبقى بتعاقبوا الناس ليه؟ بتدخلوا الناس سجن ليه؟ لما كله عادي، لما كله عادي. ربنا خلى في جنة ونار ليه؟ ليه خلى في قيامة؟ ليه خلى انه في حساب؟ ليه حط لك قرآن اصلا تمشي على القواعد اللي فيه زيه زي يعني دستور ربنا او قرآن ربنا هو دي قواعدنا في الحياة اللي نعملها او ما نعملهاش. والحكومة حطت لك قوانين، والشرع حط لك دستور، وربنا حط لك كلام تمشي عليه. ما عملتوش يبقى انت مش مآمن برب العالمين. فانت في الحالة دي ما تقولش عادي. لما ربنا يقول لك انه اكتر حاجتين لا يكلمهم الله يوم القيامة الكاذب والمنافق، لانه ضر مجتمع بكذبه وبنفاقه، تيجي تقول لي عادي، يبقى العيب فين؟ العيب فين؟ العيب في كلامي ولا كلامك؟ فبالتالي الحل للموضوع ده الاطفال اللي اقل من 18 سنة وما بتفهمش يعني ايه تقديم محتوى انه يتنصح او كذا ما يعديش التيك توك، ما يكتبش كومنت، يشوف الفيديو بس. يبقى غير مصرح ليه يكتب كومنت، يشوف الفيديو بس، حتى اللايك بتاعه مش عايزينه. يشوف الفيديو ويسمع النصيحة وكأنه بابا او ماما بتكلمك، عشان لو ماما غفلت فيه 1000 ماما غيرك هتسأل عليك يوم القيامة. طيب بالنسبه للفيسبوك واللي بقول لك عليه كرنج وناس كبيره وكده، ادخل وشوف راي الناس الكبيره فاب وام اساءوا احترام بنتهم او اساءوا احتواء بنتهم او اساءوا رعايه بنتهم. شوف رايهم ايه في اب وام للاسف سيئين. في ناس بيبقى ظهرهم الاطفال، وفي ناس بيبقى ظهرهم العقل والحكمه. وللاسف اللي زي ابو سوزي وامها
ظهرهم الاطفال اللي هم حاطين لهم لايكات، واغلب القنوات الكذب والنفاق برضو ظهرهم الاطفال. متابعوا الاطفال اللي بيرفع القنوات لفوق وبيضر مع الاطفال دي. تخيلوا لما واحد يكون ملايين وكلهم اطفال وبيقتضوا بالشيء اللي قدامهم. سلمني على المستقبل اللي جاي، وسلمني على الحاضر اللي قادم، وسلمني على الاخلاقيات والقيم والمبادئ.